منو حيصير مرجع بعد ما يتوفى السيد السيستاني؟ سؤال صعب، تعالوا ندور جواب. طالب الحوزة وبرحلته حتى يصير مرجع، وبعد ما يوصل لدرجة الاجتهاد ويمر بعدة مراحل علمية ودراسية مما دوخك بها، يوصل لمرحلة التسويق. بهالمرحلة وبعد ما يظهر الشخص كمرجع، يصير إلى نوع من الدعم من قبل أصحاب الدرجات العلمية العالية، وتعتبر هاي المرحلة يا صديقي من أهم المراحل اللي تحدد شعبية المرجع وترشيحه كمرجع على بعد وفاة المرجع الحالي. لا تنسى مرحلة التسويق، وخلونا نعرف منه هي أبرز الشخصيات اللي ممكن واحد منهم يصير مرجع بمكان السيستاني. الشخصية الأولى هو آية الله الشيخ هادي الراضي. الشخصية الثانية هي آية الله الشيخ حسن الجواهري. الشخصية الثالثة والأبرز بينهم هو آية الله الشيخ باقر الإيرواني. وبما أنه الشيخ الإيرواني هو الشخصية الأبرز، فخلونا نعرف شنو اللي يميزه عن السيد السيستاني. أولا، واللي يميز الإيرواني هو قربه من المجتمع وظهوره الإعلامي، بعكس السيستاني اللي يتميز بكونه نادر الظهور إعلاميا. ثانيا، الإيرواني بعيد عن الجو الإيراني بحكم نشأته ودراسته في حوزة النجف، وهذا الشيء يخليه نوعا ما